نواف يبعدها، الخالدي بيخلصها. الله يا مشعار، بمر زيزو مشاها المساحات الى حمد العنزي، يحاول يلعب للكرة. اللي عاشر الذيب يتحمل مخاليبه، اللي عاشر الذيب يتحمل مخاليبه. الذيب القدساوي يشعل هذا اللقاء، يفجر استاد جابر، يشعل المباراة النهائية. العنزي رجال وايل يبدأون بالهوايل في هذا المساء. حمد العنزي من عزيز المشعان، الله على التمريرة، على الصناعة، على انفراد. هذا الذيب، واللي عاشر الذيب يتحمل مخاليبه. هذا هو الذيب اللي عادة ما ينام، في الأيام العادية ما ينام، كيف في اليوم النهائي، في ليلة الختام، في المباراة النهائية ركنها. وحكم المباراة يعيد الحائط البشري إلى المكان السليم والمكان القانوني. طه دياب، هل هي مباشرة باتجاه المرمى أم عرضية؟ فرصة خطيرة، والكرة الآن عرضية. الله، طه دياب، هذا والله اللي تحسب الأحساب، هذا والله اللي تحسب الأحساب. في الشوط الأول يهجد، وفي الشوط الثاني يسجل. حفوة يتحملها نواف، كرة يفقدها الخالدي. جمهور سوري يشعل الملعب هنا في استاد جابر. حلب الأهلي والاتحاد في حب سوريا يعود، في حب سوريا يعود. كرة تخادع الحارس، كرة يتحملها نواف، لافة تضرب الأرض، يتغير اتجاهها، تصبح النتيجة 1-1. يشتعل النهائي من جديد، تعود الأمور من جديد. حلب الأهلي بالأعلام بالشعب. شكرا للزميل حامد الحارثي. وصلنا إلى ركلات الترجيح، وصلنا إلى ركلات الترجيح. بدر طوع متخصص في التسجيل في مرمى الاتحاد في الأوقات الأصلية. ماذا عن ركلات الترجيح؟ الآن ينتظر صافرة والإذن من حكم المباراة خجلال. بدري قدم، بيلعب لك، تلعب لك كرة. الله، العالم يتحرون، الهلال والقدساوية يتحرون. بدر يطوع اللي ما يتطوع، ويروع اللي ما يتروع. أحد المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب آسيوي يسجل من الركلة الأولى. من يا ترى سيرد من الاتحاد السوري؟ اللاعبون الشبان المقاتلون الحاربون يلعبون ضد الجمهور وضد الأرض، ويصلون إلى ركلات الترجيح. الآن نشاهد، هل هو عمر الحميدي المدافع؟ نواف الخالدي متخصص في تصدي ركلات الترجيح. نواف يريد أن يصلح غلطته من التقدم. الله، المعلم بيعدل. عمر الحميدي يواصل عمر هذه المباراة ويستمر في فرصة الاتحاد السوري لأبناء حلب. ركلة بركلة. عمر الحميدي بعمر الحديدي. إذا سعود المجمل هو شارك لكي يسدد ركلة جدة. الآن نشاهد السعود، هل يسعدهم بعد ما تحدثنا عن صناعة؟ وصلي أكثر من 50 رسالة فيها أكثر من 50 اسم. هنا السعود يلعب له كرة. الله، هذا الكلام اللي يجمد على الشارب. سعود المجمد يسعد جماهير القدساوية بالركلة الترجيحية الثانية للقادسية. هو شارك عشان الركلة، مستحيل يضيع السعود. يضع السعود ويبحث للقادسية عن مجد صعودي إلى المنصة. الآن مين؟ الآن طه دياب، الآن اللي عدل. الآن ركلات الترجيح، إثارة، جماهير، متعة.
شلون يستمر. الله على الفصول. طه انت اللي عدلتهم، انت اللي رجعتهم في المباراة، رجعهم مرة ثانية. الآن نشوف طه دياب يتقدم بالقدم اليسرى أمام نواف الخالدي والقفاز الشهير. نشاهد نواف ونشاهد طه دياب. يتقدم طه. الله دياب اللي تحسب له الحساب، اللي تحسب له ألف حساب، والاتحاد السوري لازم تعمل له حساب. نواف تطاول لها، نواف لمسها، لكن من يلامس كاس البطولة؟ الكرة تصطدم في القائم، فعلها طه دياب. ركلتين بركلتين. الحج عثمان أمام فراس الخطيب، أمام اللاعب السوري. سيتقدم الآن فراس الخطيب. فراس سيحاول يتقدم، يحاول بيلعب لكرة. الله السوري يقول السوري سوري، السوري يقول لفراس السوري سوري. الحج عثمان في مشهد خالد للاتحاد الليبي يبعدها. أبعد كرة فراس، أبعد كرة فراس، وفراس ليس هو الخطيب اليوم، ليس هو الخطيب اليوم. ضاعت ركلة القادسية، ضاعت ركلة القادسية من فراس الخطيب. فرصة للتقدم الآن، فرصة للتقدم من أعطونا الرقم. ربما صلاح شحرور، صلاح شحرور يلعب لكرة. الله صلاح شحرور أو أيمن الصلال في عبد القادر دكة، عفوا عبد القادر دكة يضع الركلة الثالثة. عبد القادر يسجل الركلة الثالثة للاتحاد الليبي. أبناء حلب يقتربون، الاتحاد السوري، أهل حلب، الاتحاد العاشق يقترب الآن، يتفوق بركلة. ماذا سيفعل فهد الأنصاري مع خالد الحج عثمان؟ خالد الحج عثمان هو اللي صنع الفارق في ركلات الترجيح. آخر مرة أقول لاعب يصنع فارق، وصل لي 50 اسم، خلاص كلهم يصنعون. الآن نشاهد فهد الأنصاري يتقدم، بيلعب لكرة في مكان. يا رب ماذا تفعل يا أنصاري؟ كرة التسديد كانت في المرمى، وركلة الجزاء فوق العارضة بمسافة. ضاعت الكرة لتشتعل مدرجات الاتحاد، لتشتعل مدرجات سوريا، لتشتعل شوارع حلب في كل مكان. ضاعت من جديد كرة أخرى للقادسية. أصغر لاعب في البطولة رضوان قلاجي وأضواء الليزر. نشاهد الآن يرسل له كرة ليزر ولا لا، يلعب له كرة ليزر ولا لا. نشاهد هؤلاء اللاعبين الصغار. الاتحاد السوري بفرصة للتقدم، بل وحسم المباراة. حسم المباراة هي ركلة الحسم إن سجل رضوان بعد إهدار فهد الأنصاري. رضوان عمره 17 سنة، أصغر لاعب في البطولة. هل يحسم هذه البطولة الكبيرة؟ هل يحسم هذا اللقب الكبير؟ هل يحسم بطولة القارة؟ رضوان بيلعب للكرة. الله رجال الحارة هم أبطال القارة، أبناء حلب، أبناء الطرب، أبناء حلب يصلون إلى الذهاب الآسيوي. من أصغر لاعب في البطولة إلى البطولة الآسيوية الكبيرة، تعود مرة أخرى إلى سوريا. أهل حلب والاتحاد والأعلام السورية والفرحة الهستيرية. مبروك للاتحاد السوري، مبروك لحلب، مبروك لجماهير سوريا، مبروك لرضوان. فرحة